جيب جراند شيراكي مقدمة مال بني. مثل ما تعرفون هذا فافون ألمنيوم، وعندنا تشاملوه أيضا أمام اليمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المتابعين الكرام. اليوم راح نتكلم معاكم بحضور أسطى حيدر، أخونا من أربيل، من موصل الحبيبة، وهو يشتغل في أربيل، يشتغل بالشرمال والسندان، خبرة 20 سنة، مو أخ حيدر؟ هذه الجيب مثل ما تلاحظون، طبعا اليوم الثالث لها بيها. لو تروناه هنا بيها كان هاي ضربة، هاي المنطقة وهذه المنطقة أيضا كانت مضروبة. فبالنتيجة احنا هسه نجيكم وحدة وحدة، وأيضا هاي المنطقة كانت مضروبة. هذه بالعملية الطرق السندان والشرمال. راح ايش راح نسوي؟ والله تكلم انت أسطى حيدر، شنو راح تتخذون اجراء كسمكرية؟ والله كسمكرية لازم نفتح البونج يعني. اي، فبالتالي اذا يريد تعديل بارد لازم البطانة تنقص. اي اذا بارد. اذا بارد. واذا حار بالتالي بر وصبغ. يستخدم تالي بر وبعده معجون وصبغ. بس يصير صبغ به. يصير صبغ، واذا بارد هاي لازم المنطقة تنقص البطانة. اي خلي يشوفوا. احنا بالنسبة لنا هذه ما قصينا بها، اشتغلناها بطريقة البي دي ار. طبعا أسطى حيدر كان له يد بيها لما اشتغل. مثل ما تلاحظون كلها بلادي، ماكو غاص ماكو شوه، يعني بجرنتي نعطي ضمان. أسطى حيدر تحت اشرافنا اشتغل بيها، ويعني احنا تقريبا 2 3 وياه كنا مداومين على هذا الشيء. وايضا عندنا هاي المنطقة اللي كان بيها ضربات هنا بالكنر، وهنا هذه المنطقة كان بيها ضربات ايضا. هذه يعني اذا بصعوبة تقدر تشتغلها في مكانها، وحتى اذا اشتغلت اذا لها مجال صعب تتقن بهذه النتيجة، صعب يعني يجيب نتيجة الإصلاح عالية. فرقنا عن شغل السمكرة، مو القصد نطعن بالسمكرة، مو هذا القصد. القصد انه اكو فرق بالوقت انجاز العمل. احنا نحتاج وقت اسرع اكثر من السمكرة. يعني أسطى حيدر هذه بالسمكرة ايش قد تاخذ وقت وياك؟ هاي رصعتين هنا وهنا 3، يعني نهار تاخذ. نهار هاي بالزايد، مو؟ لكن اكو لازم تقص البطانة اذا بارد نتكلم، لازم تقص البطانة لان هذا مغلف. بالبي دي ار يعني شاف أسطى حيدر ماكو قص، ما استخدمنا سندان ودقينا وطرقنا، فالنتيجة تجي بالبي دي ار كلش راقية وحلوة مثل ما تلاحظون. يعني هاي لو ما كان بها جروح ما ينعرف اي شيء. وايضا هذه المنطقة رجعت ممتازة، ما تنعرف يعني لا فحص ولا غير فحص ما راح يكشفها. فتلاحظون يعني هذه لو ما كان بها جروح هنا، هذه كانت اكو ضربة بالضبط هنا بهاي المنطقة، وايضا اي هذه المنطقة كان بها ضرب هنا، لو ما كان بها هذا الجرح ما تعرف. وايضا بهذا المكان تلاحظون الكنر رجع، يعني عفوا هنا سوري اسف، هاي المنطقة كان هذه خاسفة، والكل يعرف التعامل مع الالمنيوم كل صعب. تمام أسطى حيدر؟ لكن جتي نتيجة يعني. جتي نتيجة طيبة. وانت ابدعت ايضا. الله يسلمك استاذ. مو خلي يشوفون الحيدوري. مثل ما قلنا الصبغ الجيب او الدورنج والامريكي كلش نحس صعب، يعني به صلابه، واقل شغل بالطرق يتكسر. لكن شغل البي دي ار يجيب نتيجه جدا رائعه، يعني بحيث انت ما تعرف المكان. يعني يختلف الوقت اكثر من الوقت يعني عفوا يعني ياخذ وقت اكثر من السمكره يعني عمليه طرق، لكن هذا يحتاج وقت. اليوم الثالث لنا بيها هذه جتي نتيجه كلش حلوه، وطبعا احنا قايله بالسياره هذه الوقت هالقد ياخذ يعني. لكن هذا الفضل لله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.